دوزيام بارتي ديال الصيام المتقطع والفوائد ديال الصيام المتقطع على الجسم الانسان. كيف ما تنعرفوا ان الجسم فاش كيكون في المرحله ديال الصيام راه كيفرز بزاف ديال الهرمونات اللي كيساعدوا الجسم في النمو ديالو، اللي كيساعدوه في بزاف ديال الامور، في الوظائف ديال الجسم، في العضلات، في الشهيه، في الدماغ، في التركيز. يعني الجسم فاش كيكون في المرحله ديال الجوع وفي المرحله ديال الصيام يعني راه كيكون في واحد القمه ديال التركيز، وكذلك كيكون في واحد القمه ديال الافرازات الهرمونيه اللي منها الهرمون النمو الجهاز، وكذلك التستوستيرون، وكذلك النسبه ديال الكورتيزول كتكون ناقصه ونسبه ديال التستوستيرون تتكون طالعه، اللي كتخليك انك تحكم في الشهيه ديالك وتحكم كذلك في نسبه الدهون ديالك، وكذلك تحكم حتى في السعرات الحراريه ديالك باش تشوف الجسم ديالك واش كيكتسبها ولا لا. كمثال، الصيام المتقطع كيخلي الانسان انه يتحكم في الشهيه ديالو. يعني علاش؟ غادي تولي تاكل بالوقت وغادي تولي تحبس الماكله في الوقت. يعني غادي تولي عندك واحد لابارتي ولا واحد الوقت مضيق باش انك تاكل. يعني خاصك تصوم 16 ساعه او 18 او 20 ساعه، وغادي تاكل في واحد الفتره قليله. يعني حتى في هذيك الفتره قليله راه ما غاديش تاكل فيها بزاف ديال السعرات الحراريه، غادي تاكل فقط سعرات حراريه محسوبين. يعني الجسم فاش كيكون في المرحله ديال الصيام راه كيفرز واحد الهرمونات. يعني في المرحله ديال الجوع راه كيفرز واحد الهرمونات، ان فوا كتدخل عليهم واحد الماكله اللي ما كتكونش نقيه، واحد الماكله اللي كتكون مخربقه وما فيهاش المواد المغذيه للعضلات، راه انك بحال كتخربق الصيام. يعني الجسم فاش كيتحكم في الشهيه ديالو ان فوا كتولي تعطيه شي حاجه خايبه او شي حاجه اللي ماشي صحيه، راه اوتوماتيكمون ما كيبقاش يتعامل معها بواحد الطريقه اللي زوينه، يعني كيولي يتعامل معك بواحد الطريقه اللي خايبه. لهذا الصيام المتقطع كيحارب هاد الامور هذه. الصيام المتقطع كيخليك انك الشهيه ديالك تولي محسوبه، والشهيه ديالك تولي عارفه فوقاش غادي تاكل وفوقاش ما غاديش تاكل. كمثال، كتنوض في الصباح ما كتفطرش، كتمشي للخدمه ديالك، كتمشي تريني انك انت ما فاطرش، كتمشي في القمه ديال التركيز. يعني الجسم ديالك في ديك المرحله ديال الصباح كيكون النسبه ديال التستوستيرون طالع، والنسبه ديال الهرمون الجهاز اللي هو هرمون النمو تيكون كذلك طالع. يعني السكريات ما عندكش، مازال ما شاربش، مازال ما واكل حتى حاجه، وكتزيد انك تصوم واحد المده اللي طويله زائد النعاس. يعني تتكون تناعس زائد 7 سوايع، وملي كتفيق ما كتفطرش، كتمشي هكاك الخدمه ديالك ولا هكاك تتمشي ترين. يعني في ديك المرحله اللي كيكون الجسم خاوي وكيكون في المرحله ديال الجوع راه كتستافد اكثر من انك تاكل. الا كليتي راه كيتفرز السكر، كيتفرز بزاف ديال الحوايج اللي ما غاديش يخلوك انك تركز. يعني الا فطرتي بواحد الفطور اللي ماشي هو صحي راه اوتوماتيكمون غدوز واحد 2 سوايع ولا غير ساعه ونص غادي يجيك الجوع، خاصك تاكل. يعني عاوتاني اون فوا يجيك الجوع غادي تاكل. ولكن في العكس ملي كتكون صايم ما كيجيكش الجوع. علاه؟ حيت الجسم كياخد من الدهون وكياخد من ديك الشحمه اللي عندك انت. اصلا حنا الجسم ديال الانسان كتكون عنده نسبه ديال الشحمه كثيره. يعني واخا انت تحبس عليه الماكله لواحد الفتره ديال 20 ساعه ولا 24 ساعه، راه اون فوا راه كياخد من عنده. يعني انت عندك ستوك ديال الدهون وعندك ستوك ديال الشحمه ما عندكش منين تخاف. يعني في المرحله ديال الجوع، في المرحله ديال الصيام المتقطع راه كتخلي الجسم انه يتحكم في بزاف ديال الامور وكيرتب الاعضاء ديالو. يعني الجسم فاش كيكون في المرحله ديال الجوع بحال عنده هو الحرب. يعني كيتحارب مع لي بكتيري، كيتحارب مع الاوساخ، كيتحارب مع بزاف ديال الحاجه اللي كتخليك انت اليز، وكتخليك انت ما مستريشيس، وكتخليك انت في قمه ديال التركيز، وكتخليك في بزاف. بعض الاحيان كتلقى راسك انك ملي كتكون صايم كتحس بواحد القوه في شكل بحال اللي كيطرى لينا في رمضان. يعني الانسان ملي كيكون في رمضان يعني كيمشي يخدم، كيمشي يدير لي زاكتيفيتي ديالو، كيسالي لي زاكتيفيتي ديالو، كيمشي تريني واخا هكاك راه صايم. يعني الجسم صافي قمه ديال التركيز. يعني الجسم هو كيكون فرحان ملي كيكون الانسان في المرحله ديال الجوع، ولكن راه ما كيكونش فرحان ملي كتعطيه انت الماكله، وسيرتو ملي كتعطيه واحد الماكله اللي ماشي صحيه. دونك الصيام المتقطع مزيان بزاف للناس اللي بغاو ينقصوا الوزن واللي بغاو يتحكموا في الوزن ديالهم، وكذلك اللي بغاو يزيدوا الطاقه في الجسم ديالهم. لاش الصيام المتقطع هو ماشي ريجيم، ولكن هو فقط تحكم في الوقت ديال الماكله، فوقاش غادي ناكل وفوقاش ما خصنيش ناكل. يعني الصيام المتقطع مفيد لجميع الفئات، الفئه اللي باغا تنقص
الفئه اللي باغا تحافظ على الوزن والفئه اللي باغا تزيد في الوزن. يعني انت غادي تصوم، ولكن اون فوا غادي تصوم ما تديرش الريجيم، ما كتحسب السعرات الحراريه ديالك. يعني الا كليتي بزاف كثر من السعرات الحراريه ديالك غادي تغلط، كليتي قل من السعرات الحراريه ديالك غادي ترقق. ولكن الصيام المتقطع كيحافظ لك على الشهيه ديالك، وكيخليك انك توصل لواحد النتيجه اللي انت غادي تكون راضي عليها.